يا دكتور انا مش مجنون، انا الارتجاع مموتني. دي كان اول جمله قالها لي المريض اول ما دخل عليا. طبعا اما قال الكلمه ديت انا استغربت من الكلام. قال لي حضرتك رقم دكتور رقم 15 اللي اجيله، وفي دكتور باعتني لحضرتك عشان تشوف لي حل. طيب حضرتك بتشتكي من ايه؟ انا عندي ارتجاع، والارتجاع ده مموتني جدا وبيقعد معايا بالساعات وما بقدرش اتحمله، وتقريبا انا بموت. ورحت لكذا دكتور، عملت اكتر من 6 مناظير، عملت كل حاجه في الدنيا ومفيش حاجه بتحسني، انا فعلا بموت. بدات اخد تاريخ مرضي للمريض. المريض ده 47 سنه، عنده اعراض ارتجاع شديد، ارتجاع مرضي شديد. عامل فعلا كذا منظار، مناظير بتقول ان عنده ارتجاع، ومناظير بتقول لا ان هو كويس، ومناظير تانية بتقول ان في فتق في الحجاب الحاجز، ومناظير يعني عنده حاجات كتير كده فيها تضارب. عمل اشعه باريوم واشعه باريوم، سواء بلع اللي هي باريوم سوال وباريوم ميل، كلهم سلام. عمل اشعه مقطعيه ما فيهاش حاجه. خد كل انواع ادويه المعده اللي تعرفها وما تعرفهاش، وجاب ادويه من بره مصر. يعني الصراحه العيان واخد في كل الادويه بتاعه الارتجاع، وهو برضه حاسس ان مفيش اي استجابه على اي دواء. بصيت فعلا على الحاجات اللي هو عاملها، المناظير، في مناظير كويسه وفي مناظير للاسف مش ماشيه صح. لكن اوفر اول ان مفيش حاجه كبيره، مفيش فتق فعلا في الحجاب الحاجز كبير. في ضعف بسيط في العضله، لكن ما عندوش حاجه تقدر تقول ان هو عنده حاجه خطر. احنا قلنا قبل كده ان المريض اللي بياخد علاج للمعده وما بيستجيبش للعلاج بنسميه ريفراكتوري جيرد، او ارتجاع مقاوم للعلاج. فده بنحاول ندور له على اسباب، وفي نفس الوقت بنحاول نشوف له علاج نهائي ليه. طرق العلاج: انا بغير طريقه الحياه. تاني حاجه ان انا بدي علاج دوائي. اخر حل هو الجراحه. المريض ده فعلا اتعرض على كذا جراح، والجراح يقول له انا هعمل لك عمليه، انت ما عندكش يعني واضح او ظاهر في الحجاب الحاجز، لا انت العمليه مش هتفيدك. انت روح لدكتور نفسي، والدكتور نفسي هيديك علاج. هو طبعا العيان سمع الكلام الاول ما كانش مقتنع، راح وخد كذا علاج نفسي لمده سنه ومفيش اي تحسن، فبالتالي هو عاوز يدور على حل، وفعلا العيان فعلا مش لاقي حل. اول حاجه انا عملتها للمريض دوت، طلبت منه قياس حركيه مريء. قياس حركيه مريء هيقول لي حركه المريء فيها ايه. فعلا المريض ده طلع عنده ineffective esophageal motility، يعني في ضعف في عضله المريء، في حركيه المريء. بمعنى ان المريض لما بيبلع الاكل 60% من الاكل بينزل، و40% بيفضل قاعد ما بينزلش بسبب ضعف عضله المريء. ده طبعا من اسباب الارتجاع، لان انت لو ما يحصل لك حمض معده بيرجع للمريء، انت حركه المريء والافرازات اللي بتنزل من المريء ومن الفم بتعادل الحموضه، فبالتالي بتضيع موضوع الارتجاع. المريض ده لا، عنده جزء من حركه المريء فقدت، فبالتالي عنده الحركه بتاعت المريء ضعيفه. عملنا له بقى البي اتش امبيدنس، طلبته الحمد لله عمله. كان ناقص لكن الحمد لله قدرنا نعمله. البي اتش امبيدنس قال ايه؟ وده مهم جدا. بي اتش امبيدنس قال اولا العيان ده عنده ارتجاع مرضي فعلا. تاني حاجه عدد مرات الارتجاع كتير جدا. وقال حاجه كمان، قال ان مده الارتجاع ممكن توصل ل 50 دقيقه، ممكن توصل لساعه. ده معناه ان العيان ده بيحصل له ارتجاع، وبيقعد وقت طويل عقبال ما يتخلص من الارتجاع، وده اللي مضايق العيان. طب ده سببه ايه؟ سببه ان العيان ده عنده مشكله في حركيه المريء، فالمريء لما بيحصل له ارتجاع بيفضل الحمض ده موجود في المريء فتره طويله بيضايقه. ايه الحلول اللي انا ممكن اقدمها للمريض ده؟ دلوقتي احنا عندنا مشكله في الحركه، والحركه دي بتخلي ان نتائج الاجراء تبقى ضعيفه. فانا قلت له انت عندك الجردكس، وده افضل علاج لحالتك. عندك الارما، سواء تعملها بالسبراي كواج وده الاصح، او تعملها بالارجون اللي هي ارت، او تعمل الاي ار بي ال اللي هو الربط. ده حسب التكلفه. او تعمل ستريتا لان انت العضله عندك معقوله. بس انا رايي الشخصي ان انت الجردكس بالنسبه لك هيبقى افضل، لان نتائجها افضل. وهنشوف طبعا نسبه النتائج ممكن تبقاش جامده جدا، لان انت عندك مشكله تانية في حركيه المريء. العيان اقتنع وقال لي لا خلاص انا هعمل الجردكس. زي ما قلنا قبل كده، الجردكس هو عباره عن دباسه بتخش على العضله، وبتبقى مقفوله، وبعد كده بنمسك العضله نقفل عليها. فبالتالي بيحصل بنحط كليبس، فبالتالي بنقفل العضله. وبعد كده بناخد الفالف ده بنلفه، فبالتالي بنعمل زي فالف صناعي للمريض، بحيث انه يقلل له الارتجاع. انا فكرتي ان العيان ده لما اقلل الارتجاع اللي حاصل، فبالتالي الارتجاع اللي بيحصل دوت، هو كان بيحصل له ارتجاع، فبالتالي يقعد 50 دقيقه مثلا عند العين عقبال ما يتخلص من نسبه الحموضه، فكان ده اللي مضايقه. فانا رايي ان انا لما اعمل الفالف ده بقلل اعراض الارتجاع، فبالتالي المده والطول والحاجات اللي كانت بتحصل له دي تقل. احنا في المريض دوت زي ما شايفين كده، دخلنا اول حاجه دخلنا بجهاز مقفول، بعد كده فتحناه، خدنا اول غرزه، بعد كده خدنا الغرزه الثانيه ولفيناها، بحيث ان احنا نلف المعده ونعمل الفالف الصناعي. وده منظر العيان بعد ما خلصنا الاجراء. وفعلا الاعراض
اختفت من العيان، بقى بيجي له حموضه كل فين وفين. ده المنظر بعد شهر من العلاج. بس انا ما انساش كلمه العيان ده قالها لي. المريض ده قال لي كلمه انا عمري ما هنساها: يا دكتور حضرتك رجعتني استمتع بحياتي تاني. الكلمه دي بالذات كانت فعلا مؤثره، لان فعلا العيان ده كان حاسس ان هو فعلا مجنون. يعني دي اول كلمه قالها لي: يا دكتور انا مش مجنون، انا الارتجاع مموتني. فعلا لما عملنا الاجراء وبعد شهر من الاجراء تقريبا الاعراض اختفت، مفيش عنده ارتجاع. العيان كلمته: انت فعلا خلتني استمتع بالحياه تاني. يا رب تجعلنا دايما سبب ان احنا نخفف الام الناس، وفعلا الناس دي ترتاح. واعتقد ان الحاجات الجديده زي الجيردكس والارما من الحاجات فعلا اللي بتحسن حياه الناس، وبتقلل لهم المعاناه اللي هم بيحسوا